السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي حبايبي طلاب الصف الأول الإعدادي، أهلا بيكم حبايبي في حصة جديدة من حصص الوحدة الأولى. الدرس الثاني إن شاء الله هنبدأ مع بعض النهاردة أول جزء في الدرس، والدرس بعنوان خصائص سكان قارة أفريقيا. هنتكلم عن التركيب النوعي والعمري، عن التركيب الاقتصادي، التركيب اللغوي، الخصائص التعليمية والصحية، والخصائص الثقافية. هنبدأ يا ولاد إن شاء الله النهاردة بحاجة. أول حاجة هندرسها هي الهرم السكاني. شايفين الشكل اللي قدامنا ده؟ الهرم السكاني هو عبارة عن رسم بياني. رسم بياني. الرسم البياني زي ما انتم شايفين كده ده رسم بياني. الرسم البياني ده بستنتج منه أو بتعرف منه على حاجتين بيفيدني في معرفة نسب ومعدلات الذكور والإناث. زي ما انتم شايفين كده يا ولاد، اللون البينك اللي قدامنا ده بالنسبة بيمثل الإناث، واللون الأزرق بيمثل الذكور. يبقى دي أول حاجة. طب بنتعرف من خلاله كمان على إن هو بيقسم لي السكان إلى فئات عمرية. فتلاقوا هنا قاعدة الهرم بتبدأ في فئة صغار السن، ودول سنهم من 0 ل 14. يعني إيه 0؟ يعني من الميلاد. الفئة الثانية هي فئة سن العمل، ودي من 15 سنة ل 64 سنة، ودي فئة منتجة. أما الفئة الثالثة وهي فئة كبار السن، وده احنا بنسميه التركيب العمري. التركيب العمري للسكان. يبقى أنا بعرف حاجتين، بعرف منه التركيب النوعي، وده بيكون بشكل زي ما انتم شايفين الشكل الرأسي. يبقى التقسيم الرأسي اللي انتم شايفينه ده بيبقى تركيب التركيب النوعي عندي الإناث بالشكل ده، وآدي هنا معدلات الذكور. طيب أمال التقسيم الأفقي اللي هو بالشكل الأفقي ده هنلاقيه إن هو بيقسم السكان إلى فئات إلى فئات عمرية: فئة الأطفال أو صغار السن، فئة سن العمل، وفئة كبار السن وهم فوق 65 سنة. طب ما المقصود بالهرم السكاني؟ الهرم السكاني هو رسم بياني زي ما قلنا. يبقى أول حاجة عندي أحفظها إن هو رسم رسم بياني. رسم بياني. طب بيوضح لنا إيه يا مس؟ بيوضح حاجتين: توزيع السكان من حيث النوع، نوع البشر يا ولاد يا إما ذكور يا إما إناث، وده بيسمى بالتركيب النوعي. وبيقسم لنا زي ما عرفنا كده السكان إلى فئات عمرية، وهو التركيب العمري. تمام؟ طيب تعالوا كمان نشوف إحنا أول حاجة بالنسبة لنا عندنا في التركيب النوعي اللي هو نسب الذكور والإناث. هنلاقي النسب دي بتتسم بالتوازن النسبي. متوازنة يعني إيه متوازنة؟ أو بتتسم بالتوازن يعني بالتقارب. يبقى إذن هي متقاربة. معدلات الذكور والإناث، هتلاقوا إن الإناث 51.1% من سكان أفريقيا، مقابل إن الذكور 49.9. حد يقول لي هل النسب دي ثابتة؟ أقول لكم لا، بتختلف يا أولاد. هذه النسب من دولة إلى أخرى. طيب قبل ما نقول ونعرف هي ليه بتختلف من دولة إلى أخرى، بنجد إن هي النسب المتوازنة دي تقريبا احنا بنتكلم في 1/10 زيادة من نسب الإناث، أو من نسب يعني من نسب الإناث زيادة عن الذكور. يبقى 50.1%. ده بالنسبة لمعدلات الإناث. والذكور 49.9% من سكان أفريقيا. طب النسب دي بتختلف من دولة إلى أخرى. يعني بعض الدول ممكن تلاقوا النسب دي هتبقى العكس، الذكور بترتفع نسبتها عن الإناث. طب الموضوع دي فيها سؤال تختلف نسب أو معدلات الإناث عن الذكور من دولة إلى أخرى. أقول له بسبب حاجتين: الهجرة، لأن يا ولاد معظم اللي بيهاجر بيكونوا هم الذكور، فطبعا الدول اللي بيهاجر منها الذكور أو اللي بترتفع فيها معدلات الهجرة، ده معناه إن هتقل أو هتنخفض فيها نسب الذكور عن الإناث، وتزيد فيها نسب الإناث. كمان هتلاقوا إن في سبب تاني وهو ارتفاع معدلات الوفيات بين الذكور. طب ليه؟ يعني ده بيكون في الدول اللي عندها عدم استقرار سياسي وبتعاني من الحروب. يبقى الدول اللي عندها حروب أو عدم استقرار سياسي أيضا بترتفع فيها معدلات الإناث عن الذكور، لأن اللي بيحارب يا ولاد في الجيش هم الذكور. يبقى النسب دي بتختلف من دولة إلى أخرى نتيجة معدلات الهجرة وارتفاع معدلات الوفيات عن الذكور. طب نروح للتركيب العمري. التركيب العمري بالنسبة لسكان أفريقيا، يعني عرفنا من الهرم السكاني إن الهرم السكاني الأفريقي بيتسم بالقاعدة العريضة. تمام. القاعدة العريضة دي يعني يا أولاد يعني ارتفاع معدلات أهي، دي القاعدة العريضة. شوفوا
كل هنا واخد الشكل ده، كل ما ارتفعت القاعدة يا أولاد أو ازدادت أو اتسعت القاعدة بالشكل دوت، كل ما تتسع القاعدة دي معناها إيه؟ إن بترتفع هنا معدلات أو الفئة اللي هي فئة صغار الإيه؟ السن. طب فئة صغار السن دي منتجة ولا غير منتجة؟ لا، دي غير منتجة، وهي فئة مستهلكة، وبالتالي بتحتاج الإنفاق عليها. يبقى دي أول حاجة لازم أعرفها، إن الهرم السكاني في أفريقيا من القاعدة الإيه؟ العريضة. طب بما تفسر تقولوا لي بسبب ارتفاع معدلات المواليد أو ارتفاع فئة صغار السن. طب فئة صغار السن دي زي ما قلنا كده بتبدأ من الصفر، يعني من الميلاد حتى سن 14 عام، ودي هي بتمثل قاعدة الهرم العريضة اللي احنا شفناها. في عام 2024 نسب صغار السن في أفريقيا وصلت 40% من سكان أفريقيا، يعني يعني تقريبا كده نقدر نقول اقتربت من نصف معدلات القارة. طيب هل ده شيء كويس ولا لأ؟ أقول لكم لا، مش كويس. مش كويس بمعنى ايه؟ تعالوا نشوف. احنا عندنا في نظرية اسمها نظرية التحول الديموغرافي، وده يا اولاد مر بيه كل دول العالم، يعني كل دول العالم بتمر بيه. اول حاجة في الماضي، ان احنا في الماضي مثلا بتكلم حتى مئات السنين الماضية، هتلاقوا ان عندي معدلات المواليد بترتفع، ونسب والمعدلات الوفيات كمان بترتفع، لان ما كانش فيه رعاية طبية. يبقى دي المرحلة رقم 1. المواليد مرتفعة، الوفيات كمان مرتفع، يبقى الاتنين مرتفع. دي المرحلة الأولى. طب كده الزيادة الطبيعية هتساوي منخفض، يعني هتدينا انخفاض. طب دي ما فيهاش مشكلة، المشكلة بتاعتها بس هي عدم وجود الرعاية الطبية. تمام. طب في المرحلة التانية وهي المرحلة اللي احنا بنمر بيها دلوقتي في قارة أفريقيا، بنسميها مرحلة التحول الديموغرافي، ودي أخطر مرحلة يا ولاد أي دولة بتمر بيها. طب ليه يا مس هي مرحلة خطيرة؟ أقول لكم عشان عندها ارتفاع معدلات مواليد وانخفاض معدلات الوفيات، وده معناه إن النتيجة النهائية هتكون إيه؟ الزيادة الطبيعية عاملة إزاي؟ الزيادة الطبيعية هتكون مرتفعة. طيب هو ده بقى اللي بيرفع علينا من معدلات الإيه؟ الزيادة السكانية، أو معدلات أو المشكلة السكانية. طيب دي المرحلة التانية. يبقى المرحلة الأولى مواليد مرتفع، وفيات منخفض، يبقى النتيجة منخفضة أو السكان عددهم منخفض. في المرحلة التانية اللي أفريقيا بتمر بيها حاليا، وكتير جدا من دول أفريقيا بيمر بيها كمان، اسمها مرحلة التطور أو التحول الديموغرافي. مواليد مرتفعة، وفيات عاملة ازاي؟ المواليد هي اللي مرتفعة والوفيات هي اللي ايه؟ هي اللي منخفضة. طيب يبقى معنى كده ان الزيادة الطبيعية وهتبقى مرتفعة. طب المرحلة الثالثة، سمع حد بيقول لي ده في المستقبل القريب ان شاء الله، ان المواليد الناس يكون عندها وعي يا ولاد. لما يزيد الوعي يبقى المواليد هتكون منخفضة، والوفيات كمان هتكون منخفضة، عشان احنا عندنا رعاية طبية في المستقبل ان شاء الله هتكون جيدة. طب ده منخفض زائد منخفض هيدينا ايه؟ هيدينا زيادة طبيعية منخفضة. زيادة طبيعية عاملة ازاي؟ منخفضة. يبقى مراحل، او هنا دي القصة او نظرية التحول الديموغرافي دي بتمر باربع مراحل. المرحلة الأولى، المرحلة رقم 1، المواليد عاملة ازاي؟ مرتفعة. الوفيات مرتفعة، يبقى الزيادة منخفضة. الزيادة ايه؟ هتكون منخفضة. في المرحلة الثانية مواليد مرتفعة، وفيات منخفضة، يبقى الزيادة الطبيعية هتكون العدد كبير. طيب في المرحلة الثالثة هنتطور ونتقدم، يبقى المواليد منخفض، الوفيات منخفض، يبقى الزيادة منخفضة. طيب في مرحلة رابعة، دي مرحلة الاستقرار السكاني، ودي اللي بتمر بيها قارة أوروبا دلوقتي، إن المواليد بتساوي عدد الوفيات، يعني ما عندهمش أساسا زيادة يا ولاد؟ زيادة طبيعية أو زيادة سكانية. طيب يعني كل إنتاجهم بينفق على التطور والتقدم، لا محتاجين مدارس ولا مستشفيات ولا تطعيمات زيادة ولا أي حاجة من الحاجات دي، هم محتاجين بس يطوروها. طيب ده بالنسبة لنظرية التحول الديموغرافي، يا رب تكونوا فهمتوها. في خلال 2050 من المتوقع بقى إن أفريقيا تكون وصلت للمرحلة الثالثة
من مراحل التطور الديموغرافي. طب الثالثة فين يا مس؟ مواليد منخفض، وفيات منخفض، يبقى النتيجة كانت منخفضة. طيب ده من المتوقع ان نسب صغار السن في قارة افريقيا يحصل لها ايه؟ بتتناقص او بتنخفض. صغار السن بما تفسر. طب صغار السن هتقل ليه يا مس؟ هقول بسبب برامج او نسب صغار السن هتقل ليه؟ بسبب الاهتمام ببرامج تنظيم الأسرة، واتنين كمان رعاية صحة المرأة يا ولاد. يعني الاهتمام بالرعاية الصحية. محدش يقول لي ده هيزود لنا عدد السكان، مش هيقلله. أقول لكم بس لما الناس تكون عندها وعي هي من نفسها هتقلل من معدلات الإنجاب. طيب وما يترتب على ذلك مواليد منخفض، وفيات منخفض. يبقى احنا بننتقل إلى المرحلة الثالثة من مراحل التطور أو التحول الديموغرافي اللي فيها انخفاض في الاتنين، مواليد ووفيات. يا رب تكونوا فهمتوها. يبقى عرفنا نظرية التحول الديموغرافي. في المرحلة الأولى مواليد مرتفع، وفيات مرتفع، يبقى الزيادة منخفضة. في المرحلة الثانية مواليد مرتفع، وفيات منخفض، وده اللي احنا بنمر بيه حاليا. يبقى معدلات الزيادة عاملة ازاي؟ هتكون مرتفعة. المرحلة الثالثة اللي أفريقيا بتتطلع ليها في 2050، هقول لكم بقى إن بتكون المواليد منخفضة، الوفيات منخفضة، يبقى الزيادة الطبيعية عاملة ازاي؟ منخفضة. وبالتالي نبدأ نحل مشكلتنا الاقتصادية. هنروح للفئة اللي بعد كده وهي فئة سن الايه؟ سن العمل. وسن العمل يا ولاد بيبدأ من 15 ل 64 سنة. الفئة دي بالتقريبا كده هنجد ان هي بيقول لنا بتزيد عن نص سكان افريقيا، فهنجد ان هم 57%. هيقول لي عرفت ازاي؟ اقول له ان انت قايل لي هنا ان معدلات صغر السن 40%، ومعدلات هيقول لي برضو في الكتاب معدلات او فئة كبار السن 3%، يبقى الاجمالي 43، يبقى المتبقي 57. ودي نسب قوة العمل. فده في أفريقيا. يبقى إذا نسب قوة العمل أو سن العمل في أفريقيا بترتفع. طبعا احنا قلنا هنا 43، 43 من 100، يبقى لو طرحناهم من 100% يطلع لنا النسب دي 57 من سكان القارة. طب 57 من سكان القارة فئة منتجة، ده شيء جيد جدا. ويمكن يا ولاد ان احنا نستثمر هذه الموارد او موارد افريقيا في نمو الاقتصاد. يبقى تاني فئة سن العمل وهي الفئة من 15 ل 64 عام بتمثل منتصف الهرم السكاني، ودي بتمثل منتصف الهرم السكاني في أفريقيا. الفئة دي بتبدأ من 15 ل 64 سنة، نسبتها بتزيد عن نص سكان القارة، وتقريبا يا ولاد بتصل ل 57%. ليه؟ لأن احنا نسب المواليد عندنا أو صغار السن 40%، و3% كبار السن، يبقى 43. هنطرح من 100% يطلع لنا نسب سن العمل 57%. ودي قوة عاملة كبيرة جدا في أفريقيا. طيب دي مفيدة؟ طبعا لما يكون معظم سكان أفريقيا منتجين، مش ده يزيد من النمو الاقتصادي؟ أيوة، ده قوة عاملة كبيرة قوي وضخمة يمكن استثمارها في النمو الاقتصادي للقارة. ولكن يا ولاد الفئة دي بيقابلها العديد من التحديات أو الصعوبات. طب إيه مستدلل؟ إيه هي المشكلات اللي بتتعلق بها؟ أقول لكم مشكلات خاصة بالصحة والتعليم وقلة فرص العمل. ودي المشكلات اللي بتواجههم. إذا كان في الصحة، في يعني وجود أماكن ليهم للعلاج، في التعليم، في قلة فرص العمل. ودي تحديات أو صعوبات بتواجه فئة سن العمل. هنروح بعد كده لفئة كبار السن، ودي بتبدأ من 65 فأكثر. قمة الهرم السكاني نسبتهم قليلة جدا ولا زالت قليلة في أفريقيا مقارنة بنسب العالم اللي بتصل ل10 في المية. يعني المعدلات العالمية بتصل إلى 10%، إنما أفريقيا بتصل إلى 3 في المية. يبقى فئة كبار السن بتزيد هذه الفئة بشكل مستمر، بلغت 3%.
طب هي ده بعيد عن المعدلات العالمية؟ أقول لكم أيوة، لأن المعدلات العالمية بلغت 10% من السكان، احنا لسه 3%. ولكن يا أولاد من المتوقع ان احنا في 2050 ان نسب كبار السن دي تزيد. طب بما تفسر لما تزيد؟ هتزيد ليه؟ أكيد بسبب يمس ارتفاع معدلات الرعاية الطبية أو الرعاية الصحية أو تحسن الرعاية الإيه؟ الصحية. يبقى فئة كبار السن من المتوقع إن هي حالتها تتحسن وتزيد في بالنسبة لأفريقيا تدريجيا بسبب تحسن الرعاية الإيه؟ الطبية. بعد كده هنروح للتركيب الاقتصادي لسكان القارة. يعني ايه تركيب اقتصادي؟ يعني تصنيف السكان وفق الأنشطة الاقتصادية التي يمارسونها. تاني، التركيب الاقتصادي هو عبارة عن ايه؟ تصنيف السكان وفق الأنشطة الاقتصادية التي يمارسونها. أنشطة اقتصادية يا أولاد يعني زراعة وصناعة وإيه؟ وتجارة. بنجد إن الزراعة بيعمل بها نصف القوى العاملة في قارة أفريقيا، يعني 50% تقريبا من القوى العاملة بيعملوا بالزراعة. طيب وده يا ولاد ما نلاقيهوش، نلاقي النسب دي في القارات الأكثر تقدما، بنلاقي النسب دي بتقل في أوروبا وفي أمريكا الشمالية لتصل إلى 10% بس. طبعا لأن هم دول صناعية في الأساس، يعني الصناعة هي الأكبر. يبقى احنا بالنسبة للزراعة 50% من سكان القارة. طيب الباقي هيروح لمين؟ للصناعة 13.6% من القوى العاملة. بس يا مس أقول لكم أيوة، لأن النسبة الأكبر برضو رايحة كمان للخدمات. زي إيه؟ بيقول لي هنا التجارة والخدمات التعليمية، الصحة. الناس اللي بتشتغل في التجارة، الناس اللي بتشتغل في الخدمات التعليمية، الناس اللي بتشتغل في الصحة وفي وزارة الصحة، في السياحة، في التعدين، في الناحية الأمنية، في الأمن وغيرها. يبقى النشاط الاقتصادي عندي يعني ايه؟ تركيب اقتصادي هو تصنيف السكان وفق الأنشطة الاقتصادية التي يمارسونها. عندي ثلاث معدلات لازم أعرفهم وأحفظهم، أو ثلاث أنشطة لازم أعرف النسب. نسب العاملين في الزراعة في أفريقيا 50% من سكان القارة، في الصناعة 13.6%. أما النسبة الأكبر وهي النسبة المتبقية للخدمات هي 36.4%. ودي يعني ايه خدمات؟ يعني الناس اللي بتشتغل تجار او في السياحة او في التعليم او في الصحة أو يعني اي شيء من هذا القبيل. طيب بعد كده هنروح لمشكلة موجودة عندنا في قارة أفريقيا، وهي مشكلة عمالة الأطفال. المشكلة دي يا ولاد مشهورة جدا في قارة أفريقيا. وهي تاني مشكلة عمالة الأطفال هي مشكلة أو تعد قارة أفريقيا أعلى قارات العالم في عمالة الأطفال. طب إيه الدليل على ذلك؟ وده لأنها بتيجي دلل يقول لي طفل من كل 5 أطفال في أفريقيا يا إما بيعمل بالرعي، يا إما بيعمل بالزراعة، يا إما بيعمل بالصناعة. يبقى طفل من كل 5، يعني 20% من من أطفال أفريقيا بيعانوا من عمالة أو مشكلة عمالة الأطفال. طيب الأمور بقى، إحنا عايزين نحمي الأطفال من عمل هذا الاستغلال. هقول لكم إن طبعا كان هذا الاستغلال بيستدل عليه في بعض المناطق والأعمال العسكرية. طيب نتيجة انتشار مشكلة عمالة الأطفال في قارة أفريقيا هنجد أن ارتفعت معدلات أو بما تفسر انتشار. بعد ذلك هنروح لسؤال بما تفسر انتشار عمالة الأطفال في أفريقيا. هنجد أنها بسبب ارتفاع معدلات الفقر، انخفاض مستوى المعيشة، وانخفاض معدلات القيد في التعليم، وعدم الاستقرار السياسي في بعض الدول. يبقى 1، انتشرت هذه المشكلة بسبب ارتفاع معدلات الفقر، انخفاض معدل القيد بالتعليم. 3، عدم الاستقرار السياسي في بعض الدول الأفريقية. أولى الدول عالميا وأفريقيا من حيث عمالة الأطفال هي إريتريا، دولة إريتريا، بيليها الصومال، ثم الكونغو
الديمقراطية. منهم ادي دولة اريتريا على ساحل البحر الاحمر، ادي دولة الصومال على خليج عدن ومضيق باب المندب، وكمان مطل على المحيط الهندي. طيب الكونغو الديمقراطية هي دي، ودي أهم وأكبر دول في العالم بتعاني من هذه الأزمة. طب إزاي الدول بتتصدى لها؟ الجهود الأفريقية لمواجهة مشكلة عمالة الأطفال بيتم أو بيقوم الاتحاد الأفريقي والمنظمات العالمية بالحد من هذه المشكلة. طبعا طريق هنا ممكن يجي يقول لي ما مقترحاتك؟ أول حاجة زي ما احنا بنقول كده. طيب 1، إقرار إلزامية التعليم الأساسي. التعليم الأساسي إلزامي للجميع. رقم 2، تقديم خدمات الدعم للأطفال العاملين بالفعل. زي إيه اللي أنا ممكن أساعدهم بيه؟ زي برامج محو الأمية، برامج محو الأمية. 3، التوعية بمخاطر مشكلة عمالة الأطفال. يعني دي تقريبا الجزء الجزء اللي في الأول عندنا في الكتاب. يبقى عرفنا التركيب، أول حاجة التركيب النوعي، ثم عرفنا التركيب العمري، ثم مشكلة التركيب الاقتصادي للسكان في أفريقيا. يا رب تكون الدنيا سهلة، يا رب حبايبي تكونوا استفدتوا من الحصة. لو استفدتوا ما تنسوش اللايك بتاعكم الجميل عشان نقدر نكمل، والاشتراك في القناة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.